اسم حضرتك اتعرف بيك؟ كابتن محمد عاشور، مدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي المصري. المعايير اللي حضرتك اخترت بيها المدربين؟ والله هناك في اكثر من معيار، هناك معيار فني وهناك معيار اخلاقي وهناك معيار شخصي. المعيار الفني انا اخترت اكفأ المدربين البورسعيدية، ابناء النادي. هم ابناء النادي كتير قوي، لكن في ابناء النادي مميزين من الناحيه من الناحيه الفنيه. فقدرت ان انا الحمد لله ان انا احط تشكيل قادر على حمل لواء النادي المصري في الفتره القادمه، وخاصه ان في 3 فرق مشتركين من الاول الدوري في بطوله الجمهوريه. ده من الناحيه الفنيه. من الناحيه الاخلاقيه طبعا لابد ان يكون المدرب اللي انا بختاره مدرب على اعلى مستوى من الناحيه الاخلاقيه، مدرب ذو اخلاق عاليه جدا، مدرب يكون له واجهه مشرفه للنادي المصري، مدرب يكون على قدر كافي من العلاقه الشخصيه بينه وبين اللعيبه، ويكون قانع للعيبه. ده من الناحيه الاخلاقيه. من الناحيه الشخصيه انه يكون طبعا قوي الشخصيه، بينه وبين اللعيبه في علاقه قويه جدا، في علاقه مبنيه على الود والاحترام، مبنيه على الاخلاق العاليه بينه وبين اللعيبه، بينه وبين النادي، وبينه وبين الجماهير، وبينه وبين مدير قطاع الناشئين. طيب جماهير النادي على طول دايما بتتهم قطاع الناشئين اللي هو ماشي بالواسطه. لا، هي جماهير بورسعيد عارفه مين محمد عاشور، وعارفه مين اخلاقيات محمد عاشور، وعارفه مين شخصيه محمد عاشور. انا ما عنديش حاجه اسمها واسطه، وما عنديش حاجه اسمها محسوبيه. طبعا دي اخر حاجه ما بفكرش فيها اصلا، مش اخر حاجه بفكر فيها، ما بفكرش فيها اصلا. طبعا الواسطه دي بيعملها الناس اللي هم معلش المفلسين فنيا، فبيحاولوا يرضوا ناس اخرين على حساب النادي المصري. النادي المصري ده صالح من صروح الكره المصريه على مر العصور، فما يجيش واحد فقير فنيا يجي يعمل واسطه لصالح واحد ده ما يبقاش موجود عندي. انا لما دخلت قلت يا جماعه انا جاي اخدم النادي المصري اللي اتولدت وتربيت فيه، فالمفروض النادي المصري يبقى قلعه من قلاع الكره في مصر، مبني على الود والاحترام بيننا وبين اولياء الامور اللي هم بيقولوا في كذا وفي كذا. انا ما عنديش الكلام ده. انا يمكن نسألها على شخصيتي كويس قوي، انا ما بحبش موضوع الواسطه ده، وما بحبش موضوع المحسوبيه. طب كلمه تقولها للجمهور بورسعيد؟ طبعا جماهير بورسعيد ده فوق راسي وفوق عيني، واحنا جماهير بورسعيد ده شيء مقدس بالنسبه للنادي المصري، لان طبعا النادي المصري بالنسبه لجماهير بورسعيد ده الاكسجين اللي بتنفسه جماهير النادي المصري. فانا بقول لجماهير النادي المصري صبرا آل ياسر على قطاع الناشئين. الحمد لله وباذن الله كونوا سندا لقطاع الناشئين مش سندا ليا. انا جاي كمجرد داعم ومساند لقطاع الناشئين، وربنا وفقني لان انا طبعا حاطط مشروع تطويري بالنسبه لقطاع الناشئين. ساندونا وقفوا ورانا، والسنه دي ان شاء الله هتشوفوا حاجه كويسه قوي، لان طبعا عندنا 3 فرق من هيشتركوا على بطوله الجمهوريه، هم اللي هيكونوا المرايه العاكسه للجهد الشاق والتعب المضني اللي احنا اشتغلناه جوه قطاع الناشئين. فكونوا واقفين معانا عشان نقدر نكون عند حسن ظنكم بنا.